ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. وإن معارك بيرشيبة وبطاح فلسطين لتشهد بأن أبناؤكم الذين ذهبوا ليدافعوا عن وطنهم وطن إخوانهم لم يعد منهم إلا ربعهم، وقد استشهدوا على أرض فلسطين العزيزة. كانت جيوشه تسبق إشارته، وإن قال فعل. كلماته مثل الرصاص المثقوب تصيب الخصم في مقتل. رفض مناداته بالملك، واعتبر نفسه مواطنا عاديا من عامة الشعب. وما أنا إلا تابع لكم ومتجه بتوجيهكم وبإرشاداتكم. إذا كان هؤلاء الناس يهتمون أو تروق لهم الألقاب والأسماء كملك وخلافة، فوالله لن تقوم عندي هذه مقام شعرة في سبيل خدمتكم وفي سبيل الاعتزاز بكم أنتم كان الفيصل خاصة بعد توليه الحكم زاهدا في ملذات الحياة ومتعها، ولم يكن يحفل بكثير من مظاهر الفخامة، ولم يأخذه بريق السلطة، وكان يحب الصيد بالصقور والقنص، ولكنه في أواخر عمره زهد فيه، ولم يؤثر عنه أن قال أحب هذا الطعام أو لا أحبه، أو طلب صنفا محددا. وكان ملبسه من ملابس الناس، وكان معروفا عنه لبس البشت العباءة التي تصنع في الإحساء، وكان هذا النوع رخيصا في زمانه قياسا إلى سعر العباءات السورية. وكان موكبه بسيطا يمر في شوارع الرياض أو جدة من دون حراسات كبيرة، وكان يركب في سيارته الخاصة بجوار السائق كما كان يفعل والده. ونحن أيها الأخوة لسنا ممن يديرون المعارك من وراء المكاتب وأجهزة التلفون. فإذا حلت الساعة ودق جرس الحرب والنضال فستروني أنا بنفسي وإخوتي وأبنائي أمامكم. البترول العربي ليس بأغلى من الدم العربي. بهذه الكلمات التي قالها خلال حرب أكتوبر سجل الملك فيصل بن سعود موقفا لم ينسى حتى اليوم. ففي 18 من أكتوبر من عام 1973 أمر بوقف تصدير النفط إلى أمريكا وهولندا لمساندتهم العدو الصهيوني في الحرب ضد مصر. يذكر أن الأمريكيين في حينها أجبروا لاستخدام الخيول في جر سياراتهم، ووصلت الأزمة لديهم في النفط لدرجة أعادتهم للعصر الحجري، حيث أصبحوا يستخدمون الخيول في تنقلاتهم. وانتشرت صور كثيرة توثق تلك الحقبة التي عاشها الأمريكيين بعد قطع الملك فيصل البترول عنهم. يقول وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في مذكراته إنه عندما التقى الملك فيصل في جدة عام 1973 في محاولة لإثنائه عن وقف ضخ البترول رآه متجهما، فأراد أن يستفتح الحديث معه بمداعبة، فقال إن طائرتي تقف هامدة في المطار بسبب نفاد الوقود، فهل تأمرون جلالتكم بتموينها وأنا مستعد للدفع بالأسعار الحرة؟ يقول كيسنجر فلم يبتسم الملك، بل رفع رأسه نحوي وقال وأنا رجل طاعن في السن، وأمنيتي أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى قبل أن أموت، فهل تساعدني على تحقيق هذه الأمنية؟ وإذا كان هناك الآن من يقول بأن العرب يقبلوا بقرارات الأمم المتحدة فإننا نرفض ذلك رفضا باتا. لأننا أيها الإخوان إذا قبلنا بقرارات الأمم المتحدة فعلينا أن نعترف بدولة الصهاينة، لأن الأمم المتحدة معترفة به.